يا ام الشهيد. يا ام الشهيد ده لازم وده واجب، ولازم كلنا نقف في ظهر السيسي. اي نعم انا خسرت ابني، انا خسرت شهيدين مش شهيد واحد ما شاء الله، بس الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. هو اللي نهض بالبلد، ده مكسب، وقف معانا، وهو اللي ده مكسب. يعني النهارده اما مصر تبقى الدولة الوحيدة اللي ما فيهاش قاعدة أمريكية بسبب الجيش المصري اللي من ضمنهم عيالك اللي انت بتقولي عليهم اتنين، يبقى اولاد حضرتك الشهداء دولت الحمد لله رب العالمين اساس كبير في حرية مصر. انا في يوم ابني ما جاني ونال الشهاده كنت بقول لهم سلحوني وعلى الحدود ودوني عشان اجيب حق عيالي، مش ابني، عيالي مصر بحل. وبعدين انكرح مني محمد، ربنا عوضني ب 100 مليون محمد. مصر كلها عيالي والدنيا كلها واقفه معايا زي ما انت شايفه كده. ده حاجه واحد من ضمن عيالي شغاله، ربنا يخليك لي يا حبيبي. مصر كلها عيالي، مصر كلها عيالي. ام الشهيد ده شرف. الحمد لله رب العالمين، والله ده فضل ربنا عليا كبير قوي، الحمد لله. والله تحياتنا ليكي. يا ربنا انت ايه اللي بينك وبين ربنا عشان تنولي المكسب الكبير ده؟ مكسب وانا مكسب كبير جدا، ده مكسب كبير جدا جدا، وفضل من ربنا عليا والله الحمد لله. ابوه مات واستفهم صغيرين. طب انا عايز رساله من ام الشهيد لكل ام مصريه ولكل مواطن مصري. كل واحده فيكم تاخد اختها جارتها قريبتها وتطلع تدي صوتها، ده صوتها امانه هتتحاسب عليه. احنا بننهض بالبلد، احنا فين والدنيا كلها فين دلوقتي؟ احنا كنا فين وبقينا فين؟ ده ليه الرئيس السيسي كنا ضعنا، وكنا ضعنا فعلا، عيالنا ضاعت. كان زمان اسرائيل اللي قاعده فينا، اسرائيل وغير اسرائيل. احنا شوف اما تشوف اللي حصل للدول الثانيه، احنا فين؟ ده الراجل ده يشكروا على دماغنا من فوق، والله الراجل ده يشكروا على دماغنا من فوق، كلنا واقفين وكلنا واقفين وياه. ام الشهيد الحمد لله والله، اللهم لك الحمد والشكر.